لو انت عندك شقه وبتأجرها قانون جديد، مش معنى كده ان انت تستخسر في التشطيب. في حاجات مهمه جدا لازم تركز عليها ان انت لازم تعملها. ممكن ما تعملش ديكورات كتير، ممكن ما تعملش حاجات كتير، بس لازم تركز ان انت تعمل سيراميك كويس، تاسس كهرباء كويس، تاسس سباكه كويسه. يعني مثلا ايه، تعمل حاجات اللي هي ممكن ما ترجع لهاش بعد كده ان انت تضطر ان انت تكسرها او حاجه. هنا المطبخ وقفلناه طبعا، وعندك هنا حمام برده قفلناه 2 بارتيشن بالشكل ده مع حوض. الكلام ده كل الكلام ده الى حد ما كويس. عندك جبسن بورد فلات في الشقه كلها، قدرنا نعمل ده، والابواب برده بطريقه كويسه شكلها حلو. كل الحاجات والتفاصيل دي كلها بتخلي الشقه بتاعتك ان انت لو في المستقبل جيت تعمل حاجه ما تضطرش ان انت تغير. ممكن شويه ديكورات او حاجات بسيطه بس، يعني بس بص، جبسن بورد فلات في الغرف، مخارج الاضاءات للسراير، الكلام ده كله بعد الساكن او المستاجر ما يخلص. انت مش محتاج غير انك تدخل بس بند الديكورات لو حبيت يعني ان انت تدخله في الشقه، بس انت اسست وعملت شغل كويس، الموتان كويس، كل حاجه مظبوطه بشكل كويس، علشان خاطر ما تضطرش تكسر بعد كده. مش زي ما قلت ان انت مش معنى ان انت بتأجر قانون جديد يبقى انت تعمل اي حاجه وبعد كده تضطر ان انت تكسر التشطيب ده كله. وكمان ده بيعلي قيمه الوحده معاك. انت لما بتعمل الشغل ده بيعلي قيمه الوحده معاك. يعني الوحده هنا شكلها حلو جدا، ناقص بس النجف وشويه تجاليد على الحيطان، مكتبه تلفزيون، اي ديكور في الحيطه، هيخلي الشقه دي شكلها حلو جدا. بس انت عملت الاساسيات والحاجات اللي انت تقدر تعتمد ان هي معاك على طول، مش هتغيرها بعد كده. اشكركم جدا، اشوفكم في شقه جديده.